السلام عليكم، انا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. زهقت من الدليفري وقلت اعمل باستا. هروح اجيب باستا على السريع، اجيب المكرونة واجيب الصلصة والحاجات ديت ونرجع نعمل باستا سوا. الباستا اللي رحت اجيبها المكرونة والصلصة قلبت معايا بشنطة. مش عارف، رحت اعمل شوبينج. تعالوا اوريكم. مش عارف بقى جبت ايه. مكرونة. الكلام ده كله يا جماعة بحوالي مش عارف 52 درهم حاجة زي كده. شيبسي، مناديل، شامبو عندكم شامبو. اسمها ايه البتاع دي؟ فرشة اسنان. كوبايات عشان القهوة. وانا نازل ساعات اهو. تعالوا يا جماعة نشوف قد ايه. كام درهم الحاجات دي؟ بكام درهم؟ 49 درهم. ده من غير المكرونة، جبت المكرونة بعد عشان افتكرت. آه، حاجة كده الصبح قبل القهوة. بانانا، 4 موز. وبرضو البتاع دي عشان الصبح ساعات ما بحبش افطر. ناتس، مكسرات، شوكولاتة، معجون سنان، صلصة. لسه جبت الصلصة الصغيرة ديت علشان خاطر انا كل اللي بجيب الحاجات اللي بجيبها برميها. ودي معجون اسمه ده. اسمها ايه دي؟ مرق الدجاج. مرق الدجاج. الحاجات دي يا جماعة ب50 درهم. يا بلاش. جبت علبة صلصة كبيرة ما استخدمتهاش غير مرة واحدة ورميتها. لسه راميها النهاردة. روحت جبت ديت صغيرة، بس هي ديت انا جبتها قبل كده. جبت نفس النوع دوت، اسمه ايه؟ العلاوي ولا ما علينا، ما بعرفش اقرا عربي. ماشي. يلا بينا على المطبخ. هقول لكم اول عيب من عيوب السكن الشيرنج. المطبخ كان صحراء. دخلت دلوقتي لقيت 2 من اللي معايا يعني في الشقة او في الأوضة اللي جنبي. هما شيرنج معانا المطبخ، بيطبخوا كل الأكل اللي في دبي. يعني قدامهم أسبوع قبل ما يخلصوا. فهقعد بقى أتفرج على حاجة قبل ما يخلصوا كده. نرجع نعمل الباستا عشان اقول لكم الاكل هنا وضعه ايه. يعني مثلا انت هتاكل بقد ايه في الشهر؟ هتصرف يعني لو قضيتها دليفري والكلام دوت، ينفع تكفي الشهر ولا لازم تطبخ بنفسك وكده؟ هقول لكم انا بعمل ايه. يلا بينا. اخيرا المطبخ فاضي. نعمل باستا. عندنا بوتاجاز ده كهرباء، مفيش غاز. يلا يا معلم. بص بقى يا حبيب قلبي، انت لو اعتمدت هنا على الدليفري مرتبات الفنادق ضعيفة جدا. فانت ايه؟ مرتبك ده هتجيب بيه سندوتشات. فانا بعمل ايه؟ بجيب بمرتبي سندوتشات، ما بعملش اكل. في الاول كنت بعمل اكل. اول ما جيت اول شهر الايام الاولى ديت لازم لازم تعتمد ان انت ايه؟ تعمل اكل بنفسك. عشان خاطر لو كل اكلك يكون دليفري هتروح في داهية. فانا ايه اكلتي المفضلة بحبها جدا؟ الباستا. فنعمل باستا سريعة. في باستا اسمها ايه؟ اللي هي المسلوقة ديت. وانا ما عنديش مصفى، وما عندناش هنا، ما بستخدمش ادوات المطبخ اللي هنا خالص. انا بستخدم البوتاجاز بس. جبت طاسة وجبت طبق بس كده. لكن مش هستخدم حاجة حد يعني. هو صراحة الأوضة اللي أنا قاعد فيها نظيفة. المطبخ نضيف بس بتدخله حشرات. فأنا مش مستعد إن أنا آكل في حاجة حد أو أستخدم حاجة حد. دلوقتي الزيت ده والصلصة هيفضلوا يفرقعوا فيا. فأنا بستسهل وبحط شوية مية عشان ما يفرقعش فيا كتير. حط بقى بهاراتنا الجميلة. أنا بحب البهارات صراحة. حبة فلفل أسود. يا عيني يا عيني يا شيف محمود. استنى كده أهو. حبة ملح. يا عيني يا عم شيف محمود، يا عيني عليك. اديني. هتفضل تفرقع فيا تاني. يا حبيب قلبي انت لازم ايه؟ لازم تعمل أكل بنفسك. هوريكوا بعمل ايه، بس استنوا عليا شوية. ببهدل الدنيا شوية. شطة.
يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ما انا بحب الشطة، بس ايه، الهنود هنا بيعملوا بحر شطة، بحر شطة. بصوا يا جماعة الخلطة بتاعتي تبقى عاملة ازاي. مش عارف مش عارف ابينها هنا عشان هوقعها. انا بحط الطماطم ديت الصلصة مع مية، والمكرونة كله يغلي مع بعضه. ما فيش بقى ايه هنغلي مكرونة بقى الاول والكلام دوت، مفيش الكلام ده. في حاجة كمان نسيتها. نسيت ايه؟ مرقة الدجاج. يا عيني. والله يا شيف محمود عامل شغل جامد اوي النهارده. زي ما شفت الحاجات اللي انا جبتها ديت، هي مش حاجات كتير، بس الى حد ما 49 درهم. يعني مثلا احنا لو فكرنا مثلا نروح ب59 جنيه، 49 جنيه في مصر نجيب حاجة، هتجيب حاجة واحدة. وده لو جبتها أصلا. فهنا الأكل صراحة رخيص. الأكل لو هتطبخ في البيت هتجيب لحمة في البيت، هتجيب فراخ في البيت، هتجيب بقى أي حاجة، خضار، فواكه، حاجات دي رخيصة هنا. هنسيب البتاع ده هنسيب البتاع ده يغلي شوية، بعد كده هوريكوا الباستا بتاعتي. سايبها تغلي شوية. تعالوا 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 تعالوا. أهي تغلي شوية. تعالى بقى نحط الترايبود في مكان ونتكلم شوية. بالنسبة لتكلفة الأكل في دبي، ده أهم بارت في الفيديو، بس معرفتش أصوره وتم الهجوم عليا في المطبخ. فبالنسبة للفترة الأولى اللي هتيجي فيها دبي قبل ما تشتغل في فندق وقبل ما يقدم لك وجبات والكلام دوت، أنت لو هتاخد وجبة واحدة في اليوم الغدا دليفري من بره مثلا هتكلفك 20 درهم، و10 درهم فطار وعشاء، ده سندوتشات في البيت بقى، جبنة وبيض ومش عارف ايه. فانت هتصرف 30 درهم في اليوم، ب 900 درهم في الشهر. فانا مرجحش ان انت تعمل كده. ممكن تاخد يعني فان داي مثلا، تجيب وجبات كده كل فترة لفترة، بس عشان خاطر توفر فلوس وتقدر تستحمل لحد ما تلاقي شغل، عشان خاطر فعلا هنا في منافسة. فانا بقول لك مثلا ان انت اكلك لو في البيت يكلفك حوالي 400 درهم ماكسيموم. ده اكل صحي، وهتطبخ لنفسك فطار وغدا وعشاء، مش هيزيدوا عن 400 درهم بالمية كمان. يعني بلتة المية اللي هي مثلا فيها 6 ازايز دي اعتقد ب4 درهم او حاجة زي كده. فانا بنصحك ان انت مثلا الفترة اللي بتيجي فيها في دبي انت هتبقى قاعد بتبعت ايميلات، بتنزل مثلا، هتنزل الصبح افطر، هتفضل تلف الوقت الغدا، ارجع البيت اعمل الاكل بتاعك في البيت. وفي هايبر، في سوبر ماركت بيكون كبير، ده هتلاقي في كل الحاجة اللي انت عايزها، ودايما في عروض، هتلاقي حاجات يعتبر ببلاش. هو الاكل هنا احلى حاجة ان الاكل هنا رخيص جدا. دلوقتي هسيبكم نرجع نشوف الباستا تاني. عملت باستا عالمية يا جدعان. تعالوا اوريكم شكلها ازاي. يا عيني يا عيني عليك يا شيف محمود. عملت باستا بس، مفيش بقى روح لطبخ بقى وأطلع الله عليا. والله أنا شيف عالمي دي بقى. لو بجمبري طبق بالظبط، والله أنا محترف. يا عيني يا عيني يا عيني. ايه رأيكم في الجمدان؟ مين من عشاق الباستا يعدي معايا؟ عايز بقى أغسل البتاعة دي على طول، علشان خاطر ايه، ما بحبش الحاجات تلزق في شغل المية. تعال نشوف بقى الجمدان ده. والله جامدة. يلا هاكل وادخل بقى ايه اريح شوية عشان عندي شغل الصبح بكرة. تحياتي ليكم جميعا. العريش. تسلم وتعيش.